السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ايه مع بعض في الفيديو بتاعنا يا حلوين. هنعمل بقى مع بعض سمك بوري مشوي على الفحم بتتبيلة خطيرة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف المقادير بتاعة الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بقى كده معانا يا حلوين 4 سمكات بوري بالشكل ده كده. مش هنعمل فيه اي حاجة، هنغسله بس غسيل كويس، ونغسل الخياشيم كويس جدا، وهنشيل الزعانف ونشيل السلسلة بتاعة الظهر بالشكل ده كده يا حلوين. هنشيل الاجزاء دي وهنقص الديل، ونشيل برضو الجزء اللي بيكون هنا وهنا، وهنسيب السمكة بقشرها مش هنقشرها. ولو عندكم بقى سمك متقشر، لان اتسألت السؤال ده قبل كده من حد، لو السمك متقشر هنستخدم ردة يا حلوين قبل ما نشويه. لو السمك بقشره عادي مش هنستخدم ردة خالص ولا هنحتاجها. البهارات بقى اللي معانا فلفل اسود وشطة وملح وكمون وكزبرة، ومعانا زيت وخل وجزر مبشور وفلفل احمر واخضر، ومعانا توم وليمون وكزبرة خضرا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه كده بالمكونات بتاعتنا دي. هنبدأ بقى كده نجيب البهارات اللي معانا ونضيفها على السمك كده يا حلوين، وكمان هنضيف خل. هسيب بقى حوالي معلقة خل كبيرة او معلقتين خل كبار كده عشان نضيفهم على التتبيلة بتاعتنا. وهنضيف برضو الزيت. ما تنسوش بقى يا حلوين تضغطوا لايك على الفيديو ده. هنبدأ بقى نعصر الليمون على السمك. بعد بقى ما عصرنا الليمون كده على السمك، سبت بقى ليمونة برضو علشان هنحتاجها على التتبيلة يا حلوين. ومعايا بقى حبتين من الطماطم صغيرين كده. نسيت اقول لكم في المقادير ان احنا معانا يعني حبتين طماطم. هنبدأ بقى نتبل السمك بتاعنا كده من كل الاتجاهات، وندخل التتبيلة كده في الخياشيم علشان يبقى متبل معانا كويس. ما تنسوش بقى تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام يا حلوين. هنا بقى كده بعد ما السمك اتبل بقى واتأكدت ان التتبيلة وصلت له كويس بالشكل ده كده، هنسيب بقى السمك بتاعنا على جنب كده نص ساعة او ساعة علشان يبقى متبل معانا كويس، واللحمة بتاعت السمك كده تكون متبلة وطعمها حلو. هنبدأ بقى كده نعمل التتبيلة بقى اللي احنا هنحطها على السمك بعد ما يتشوى. معانا بقى الكزبرة والفلفل والثوم، هنبدأ نضيفهم بالشكل ده كده. هنضيفهم بقى في الكبة كده، وطماطم، وهنضيف بقى الليمون. وجبت بقى ليمون من اللي انا كنت عصرته على السمك برضو وحطيته يا حلوين في التتبيلة كده بالشكل ده. وحطينا بقى الخل والزيت، ومعانا برضو كمون وكزبرة وملح وشطة، وطبعا الشطة حسب الرغبة. هنا بقى كده يا حلوين كنت هنسى احط الجزر، فهبدأ بقى احط الجزر برضو على المكونات بتاعتنا دي. هنضربها بقى كويس. وده بقى شكلها يا حلوين بعد ما خلصت. بجد بجد ريحتها جميلة جدا، وهتخلي السمك معاكوا طعمه جميل جدا. جربوا بقى التتبيلة دي وقولوا لي رأيكم فيها ايه يا حلوين. هنسيب بقى التتبيلة بتاعتنا بقى على جنب كده، ونجيب السمك بتاعنا كده بعد ما اتبل كده واخد وقته في التتبيلة. ويلا بينا بقى نروح عند الفحم عشان نشوي السمك بتاعنا يا حلوين.
هنا بقى كده الفحم والع بالشكل ده كده يا حلوين. هنبدأ بقى نحط السمك بتاعنا. السمك كان وهو بيتشوى كان طالع ريحته جميلة جدا. ان شاء الله لما تجربوا الطريقة هتعجبكم. وهنا بقى التتبيلة اللي هي فايضة معايا في الصينية دي، هبدأ بقى بالفرشة كده ادهن بيها السمك يا حلوين. ولما اقلبه برضو اما اقلبه هدهنه برضو. هنا بقى كده بنقلب السمك بالشكل ده كده يا حلوين. هنقلبه مثلا بعد اول 7 دقايق كده بالظبط، ما نلمسوش خالص غير بعد اول 7 دقايق. هنا بقى كده يا حلوين السمك كان خلاص اتشوى معانا. يلا بقى نبدأ نتبله بالتتبيلة اللي احنا عملناها دي. حطيت بقى في شوية في الصينية كده الاول، وبعدين بقى هحط السمك واحط عليه تتبيلة. وادي بقى يا حلوين شكل السمك بعد ما خلصناه خالص. بجد طريقة سهلة وبسيطة جدا، وتتبيلة عاطية للسمك بتاعنا طعم جميل جدا. جربوا بقى الطريقة دي ومش هتندموا ان شاء الله. هنا بقى كنت خلاص جهزت الغدا بالشكل ده كده. عملت سلطة ورز ابيض وبصل اخضر والسمك. ممكن بقى تعملوا رز حباية وحباية، رز صيادية، زي ما انتوا بقى تحبوا. بالشكل ده بقى كده يا حلوين. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده، وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. ولو انتوا جداد في قناتي واول مره بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد او بكل فيديو جديد انزله يا حلوين. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ولو اي حد بقى محتاج مني اي حاجه يكتب لي في الكومنتات، وانا عيوني ليكم يا غاليين.